فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. فاشهدوا مشاهدينا الكرام حين يعلو النشيد الوطني قسما تخشع القلوب وتصمت الأصوات احتراما لعظمة الجزائر. ليست مجرد كلمات أو لحن بل صرخة أمة ووعد الشهداء ونبض الحرية في كل سطر جزائري. كل كلمة منه تلهب الروح وكل نغمة منه توقظ الكبرياء فتتحد الهمات والقلوب من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لتعلن بصوت واحد تحيا الجزائر شامخة عزيزة خالدة لا تقهر. مشاهدينا الكرام من هنا من ملعب الراحل المجاهد حسين أحمد أرحب بكم مجددا للوصف جديد من خارج منطقة الجزاء. التهديد من هناك لكن بعيدة من ماكولا وغير مؤطرة بالشكل اللازم ومن أجل الكرات ومن أجل الفرديات للمونديال. الكرة من هناك التهديد والتسديد والاهداف. يا 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 ماكولا يسجل أول الأهداف لمصلحة المنتخب الأوغندي عند الدقيقة الخامسة بعد الانفلات والانسلات وفرحة الجماهير الأوغندية بأول أهداف هذه المواجهة. قلت يا أنيس أنها مباراة مهمة في وقت يطالب القائد رياض محرز بوجود مخالفة قبل الهجمة المرتدة. هي الكرة لمازال لم تصل، زرقان يفتكها في رحلة البحث عن تدارك نتيجة عيسى. رد بالك يا عيسى، رد بالك يا رامي. التهديد والتسديد لكن سأل بين أحضان الحارس لوكاسين أكثر منهم عن هدف التعديل على الجهة اليمنى. التوزيع داخل منطقة الجزاء. فهذه الكرة يلعبها داخل منطقة الجزاء لكن طالت راحت تحولت مباشرة إلى ضربة مرمى لخالدوتشو. تمشي الكرة بين عناصر هاي كرة هاي صعبة هاي خطيرة الأرضية. المنتخب الوطني الجزائري يقدم مستوى رائع. يا سلام على هذه الكرة الأرضية هاي كرة هاي صعبة. التهديد والتسديد في المتابعة رفيق يرسلها طويلة داخل المنطقة. مونديال الخامس للخضر. الكرة عالية ومحرز كان متسللا في اللقطة التي ملعوبة داخل منطقة الجزاء. يا 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 على الطاير من محمد أمين عمورة والحارس سليم جالو ينقذ المنتخب الأوغندي. والكرة تحولت إلى الركنية الثالثة لمصلحة الخضر والثانية على التوالي. عمورة سريع لحجام هاي كرة صعبة هاي خطيرة. الحكم يقول لك العب ليس هنالك خطأ على حجام. خروج موثق من مأجولة من أمام حجام والكرة استرجعت في فترة وجيزة وقصيرة للخضر. جوان حجام ما زال ساقط. نعم حجام ساقا. عمورة لرياض محرز. التسديد والتهديد رياض محرز. رياض والحكم ماذا يقول؟ وضعية تسلل على هاي كرة هو عمورة البحث عن الأرضية. خالدوتشو حذاري من هذه الكرات حذاري من هذه الانطلاقات من ماتو قاسيم. رياض محرز ملعوبة داخل منطقة الجزاء. وضعية تسلل. يا 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 عمورة يموه والحكم ماذا يقول؟ الكرة صعبة الأرضية تسديدة من غويري اعتلت مرمى الحارس سليم ماتشولا. رياض وعزيز عمورة والكرة من هنالك والتغطية لرفيق على الرواق الأيمن. رفيق التوزيع والتغطية حجم لأمين غويري. أمين التوزيع داخل المنطقة. حذاري من هذه الكرة الأرضية. سلامات والكرة طالت وراءت وتحولت مباشرة. الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن القائم حرم الخضر. هدف الوحيد لحد الآن. كرة طويلة لعمورة والحكم ماذا يقول؟ يا اثنين هاي كرة هاي صعبة. التهديد والتسديد محاولة من رياض محرز والكرة طالت وراحت
مباشرة خارج رقعة ترضية الميدان إلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب الأوغندي. 1-2. جات من عند بوداوي، جات ثم لرياض يطلبها حجام، لكن رامي يفضل لعب الكرة لآدم من ارتكاب الأخطاء خاصة في الأمتار. سيبيك حجام وتوبي سيبيك والتغطية والإبعاد مستوى القدم اليمنى. كرة ملعوبة ناحية ميزان رغم تلقيه لهدف مبتل الخامسة. كرة طويلة من هناك، حجام الصراع الصعب الأوغندي يفتكها حجام، يعود مباشرة على بوداوي. أجواء مبينية سريعة من هناك لغويري ومازا، سريعة وضعية التسلل ويبحث عن التقدم لمازا. هاي كرة هاي صعبة، التهديد والتسديد لكنها رأت سهلة مباشرة للحارس سالم ماجولا. البحث عن التهديدات والتسديدات من خارج منطقة الجزاء. وحذاري من الانفلات وحذاري من الانسلات. أوكالو كاد أن يفعلها، دخل توغل سدد، والكرة من حسن حظنا أنها مرت محايدة على القائم الأيسر للوكاس زيدان. تذكروا فقط أننا حجام يراوغ لمس الكرة باليد، الكرة ما زال خطأ للجزائر والحكم ماذا يقول؟ خطأ لمصلحة المنتخب. مازا وزوج لغويري لكن بالخطأ. أوكالو يسترجعها، الصراع لعيسى مندي، التوزيع داخل منطقة الجزاء لمصلحة المنتخب الأوغندي. ملعوبة بعيدة، كورفال يدخل في هذا بلوحة فنية من الخيال. كرة لآدم زرقان داخل منطقة الجزاء، هذا السبعيني التدخل عليه والخطأ. لا يا رامي لا يا بن سبعيني. وصلت من هنالك على الرواق الأيمن منطقة، البحث عن التهديدات والتسديدات. حاج موسى درفال يموه، درفال يبحث عن التوزيع والتغطية من هنالك. ما زال عمورة والتغطية من توبي سيبيك. حاج موسى ودرفال وشرقي والكرة داخل منطقة. رد بالك يا مازا ملعوبة داخل منطقة الجزاء. ضربة جزاء. ضربة الجزاء هو الفرج يأتي. نعم، ضربة جزاء لمصلحة الخضر وهدف التعديل. كامل وقته، عمورة يتقدم، عمورة يضرب كرة، جول. ضاقت على الخضر، فلما أحكمت حلقاتها فرجت عند الدقيقة 80. ما زالت البحث عن التهديد والتسديد داخل منطقة الجزاء. ضربة جزاء أخرى لمصلحة. سلامات لأمين غويري بعد الاصطدام بينه وبين الحارس سليم ماجولا. تغير السيناريو رأسا على عقب. الخضر يقلبون. عمورة يتقدم، عمورة يضرب كرة، الهدف الثاني للخضر لمصلحة الخضر عن طريق محمد الأمين عمورة عند الدقيقة 99. محمد الأمين عمورة يضيف الهدف الثاني لمصلحة الخضر. ترك عناصر المنتخب الأوغندي تتساءل وش هذا جول.